مساء النور، مساء الخير عليكم. نتمنى تكونوا على خير وبخير وبأحوال طيبة. اليوم رجعت نكمل لكم القصة ديالي. خرجت كنتسلت من الدار، لقيته ورا دارنا كيتسنى فيا هو وجوج صحابو. قال لي يلا، قلت له ياك قلت غير انا وياك اللي غادي نمشيو، علاش هاد جوج صحابك كاينين؟ ما نكذبش عليكم خفت. قال لي ما تخافيش، هادو راه كانوا كيتسناوك، غير لا ما خرجتيش كانوا غادي يدخلوا عليكم لداركم. صافي ركبت معاه في الموطور ومشينا. انا ما كانش عليا في الحقيقه نمشي معاه، ولكن راه كان كيهددني، داكشي علاش خفت ومشيت معاه حيت عارفه غادي يديرها. ولكن من جهه اخرى انا كنت كنحماق عليه وكنبغيه بزاف، وما كنتش كنتخيل راسي مع شي واحد من غيره. لغد ليه فاقوا والديا، ما لقاونيش، بقاو تيقلبوا عليا، ما خلاو حتى شي قنت والو. في الاخر مشاو ديكلاراو وشكو فيه هو يكون داني شي بلاصه. من بعد 3 ايام لقاونا البوليس عند واحد الدري صاحبه وشدونا، داونا بجوج بينا الكوميساريه. هو شدوه بتهمه الخطف، وانا عيطوا الوالديات داوني اللي كانوا في حالتهم لا حاله. فاش مشيت للدار مع والديا بقاو تيسولوني اش طرا اش وقع. ما بغيتوش انا يدخل الحبس مره اخرى، قلت لهم انا اللي مشيت معاه بخاطري وانا اللي هربت معاه بخاطري، سيروا سحبوا الشكايه. واش غادي نقول لكم، داك النهار عمري ما ننساه في حياتي. القتلات العصا اللي كليت حتى ولا ظهري رطب من كرشي كيف ما تنقولوا. ما خلاليش بابا هذا اللي يمشي مع شمكار. صافي حبسوني في البيت، ما كاين لا خروج لا دخول، قطعوا لي الكتوبه ديالي، حيدوا لي البيسي، حيدوا لي التليفون، وصافي حلف بابا من اليوم قال لك ما تعاوديش تخرجي. بقيت محبوسه، ربي اللي عالم بيا. كنفكر تنقول هو غادي يتحكم بالحبس، انا غادي نبقى كنتسناه وما كنبغي حتى شي حد من غيره. بقيت كنفكر شنو ندير، كيفاش ندير باش نتنازلوا على الشكايه. بقيت كنرغب في اختي ونعاود ونزاوق ونرغب. عاودت لها على كل شيء وانا نبكي ونضرب في حناكي. قلت لها راه هددني وراه غادي يقتل شي حد فيكم، عافاك يلا لبتي جلابتك معايا ونديو لي كارت ناسيونال ديالنا ونمشيو نتنازلوا على الشكوى. عييت نزاوق ونرغب ساعه، في الاخر ما بغاتش. داز الوقت، من بعد هو تحكم ب5 سنين ديال الحبس، وانا بقيت كنتواصل معاه، بقيت دائما كنعرف خباره. صاحبو دائما تيجيب لي الخبار ديالو وتيقول له قول لها تسناني حتى نخرج ان شاء الله وغادي نتزوجها، واللي بغى يوقع يوقع. ومن بعد 3 سنين جاو فيا الخطاب، رفضت، ولكن بابا قال لي والو تزوجي، حيت كان عارفني كنتسنى الاخر يخرج من الحبس. ودرت بزاف ديال الحوايج غير باش ما نتزوجش، ولكن صافي تزوجت حيت فكرت مزيان وقلت كيف ما قالت ماما هذاك السيد غادي يبقى حياته كامله في الحبس داخل خارج، غادي نتعذب معاه، اللهم نتزوج. وهذا السيد راجل مزيان، ولد الناس، ولد عائله محترمه، ميسور وبخدمته. قلت صافي نتوكل على الله. وفعلا دازت الخطبه، موراها العرس تزوجت. هو وصلته الخبر بانني تزوجت وهو يعيط ليا من وسط الحبس. قال لي درت بزاف د الحوايج على قبلك ودابا تخليتي عليا. قلت لي انا تزوجت دابا واللي عطا الله عطاه، صافي نساني الله يعاونك. داز العام الاول ديال زواجي، من بعد حملت، داز عندي واحد الحمل صعيب بزاف، ولدت بنيه. وموراها ب3 شهور هكاك تقريبا خرج هو من الحبس. صراحه خفت بزاف وقلت صافي هاد اليوم غادي يتعرض ليا ودير لي شي حاجه، ولكن داز 8 شهور باش خرج من الحبس وعمره ما تعرض ليا ولا دار لي شي حاجه. وواحد النهار خرج بابا يصلي الفجر كيف ما موالف دائما، ولكن داك النهار ما عاودش رجع للدار. ناضت ماما ملي شافتو تعطل في الجامع، تخلعات صفطات خويا يشوف واش باقي جالس في الجامع، ما لقاوش، لقى الجامع مسدود. بقينا كنتسناو دابا يبان والو. خرجوا تيقلبوا عليه، ما كاين حتى شي قنت. مشاو ديكلاراو وتيتسناو النهار كامل، ما بان له اثر. عيطوا ليا في التليفون، انا وراجلي جينا كنتجاراو مخلوعين، اش واقع. كلشي كيتبكى، حتى من التليفون ديالو خلاه في الدار وما داهش معاه. كنا ربي اللي عالم بينا، ماما مسكينه حالتها حاله ومخلوعين عليه، ما خلينا فين قلبنا، حتى التصاور ديالو نشرناهم على الفيسبوك والو. ايام وهو مختفي وحنايا كنقلبوا عليه، لا حس ولا خبر. حتى لواحد النهار مع 12 ديال الليل سمعنا الدقان. باش نحل الباب تنقول هو غادي يكون بابا. صافي حليت الباب، نط كنجري وانا نتصدم واحد الصدمه. كنلقى بابا كله دمايات محطوط في الارض،
واش عرفتوا الصدمه اللي كانت؟ راه تصدمت، كنغوت ونضرب في حناكي، ماما كتغوت، الدار كلها تقلبات، الجيران خرجوا، كل شي تجمع، الاسعاف جاو، في الاخر تلقاو بان بابا تقتل وتحط في باب الدار ديالنا. بداو يديروا له التشريح، صافي بداو كيسولونا كاملين واش عنده شي اعداء، واش عنده شي مشاكل مع شي حد. وانا كيف ما قلت بابا انسان داخل سوق راسو، ما عنده حتى شي اعداء. كنا بقينا مصدومين وما عرفنا ما نجاوبوا، ودموعنا على خدنا. ومن بعد 18 اليوم بالضبط جانا الخبر وعرفوا شكون اللي قتل. وفي نظركم شكون غادي يكون؟ هو اللي قتل بابا. داك الولد اللي كنت معاه هو اللي قتل بابا وخرج علينا. بقى حاقد عليه حيت ما زوجنيش ليه، شرطو كامل ما بقى فيه ما يتشاف، خسروا له وجهه، ودابا راهم تشدوا في الحبس. اخيب احساس يقدر يوقع لاي واحد، وما تمناه لحتى شي واحد. تشوف باباك بحال ديك الحاله، مليوح في الارض، مليوح كله دميات، وميت واحد الموتة اللي خايبه وبشعه، لا حول ولا قوه الا بالله. ودابا انا بعدت على عائلتي، ما بقاوش تيحملوني حيت تيشوفوني انا السبب. ما عمرك اختي ما تشوفي جهه شي واش مكان، انا السبب في تشتات العائله ديالي. هذه قصتي، كتبقى قصه للعبره. ما تلومونيش حيت حتى انا كنبقاو ليا. كنتمنى انكم تاخذوا العبره منها، وحتى انا ندمت على النهار حيت تعرفت عليه. كنشكركم بزاف. وهنا كتنتهي القصه ديالنا. كنتمنى تنال اعجابكم، ما تبخلوش عليا بارائكم وبانتقاداتكم. كتبوا لي في لي كومونتير واش عجبتكم القصه. غادي يكونوا ان شاء الله قصص واقعيه وشيقه، وان شاء الله كنتمنى لكم تكونوا على خير وبخير وليله سعيده.